طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس لنا قط أن نخالف فيما أمرنا الله رب العالمين به. وابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه لما بلغ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بلغ من أمر ونهي، لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة، ثم ذكر أنهن مغيرات لخلق الله تبارك وتعالى كالمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. جاءت امرأة يقال لها أم يعقوب، فجاءت إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال: بلغني أنك تقول كذا وكذا وتلعن من فعلت كذا ومن فعلت كذا. فقال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله. قالت: لقد قرأت ما بين الدفتين فما وجدته، وكانت تحمل القرآن المجيد. فقالت: وأين في كتاب الله تبارك وتعالى من آية فيها لعن للواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة؟ أين ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى؟ لقد قرأت القرآن كله فما وجدته. فقال لها: لو قرأتيه لوجدتيه، لو قرأتيه لوجدتيه. أما قرأت قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهو في كتاب الله. قالت المرأة: لكأني ببعض نسائك يفعلنه، أي هذا النمص فيما يكون من الشعر من حاجب وما بينهما وما يكون في الوجه، وكذلك في غير ذلك من مواضع المرأة على ما هو معروف. قالت: لكأني ببعض نسائك يفعلن. قالت: ادخلي فانظري. فدخلت ففحصت وفتشت فشخصت فخرجت، فقالت: أما إني لم أرى شيئا. قال: أما إنها لو صنعت ذلك لم نجامعها، يعني لم يجمعنا وإياها بيت ولم تكن معي تحت سقف بحال، يعني ما كنت لأضم في بيتي ملعونة بلعنة رسول الله. وكيف؟ وهل يقبل رجل أخلص قلبه لله وأسلم زمام فؤاده لمولاه وتابع رسول الله أن يكون معاشرا لملعون؟ قال: أما إنها لو فعلت لم نجامعها رضوان الله عنه.